كنت بتحب الهابي ميل من ماك؟ هحكي لك القصه اللي محدش بيحكيها. اتاكد انك معايا لاخر الفيديو علشان ما تفوتش اغرب سرقه بيزنس في تاريخ الوجبات السريعه. سنه 1940 اخين اسمهم ديك وماك فتحوا مطعم صغنون ومحندق في كاليفورنيا. اشتغلوا في مطعمهم وقرروا ان هم هيعملوا نظام اسمه سبيدي سيرفيس، واكيد سبيدي جايه من السرعه. تشغل دماغك معايا شويه. المنيو فيه 9 اصناف، ايا كان الساندوتش بتاعك بيتجهز في اقل من دقيقتين، والمطبخ شغال كانه خط انتاج في مصر. هوب الفكره ضربت زي الصاروخ. وفي يوم من ذات الايام وكان هو اليوم قرروا ان هم محتاجين ميلك شيك في المطعم بتاعهم، ويا ريتهم ما احتاجوه عزيزي الممدوح، لان بسبب كوبايه الميلك شيك دي حياتهم هتتغير. راي كروك بياع المكن اللي بيعمل ميلك شيك جاله طلبيه من مطعم ب8 مكنات، وهو كان ممكن يقعد شهر كامل من غير ما يبيع مكنه واحده. قال لك بس ده انا لازم اروح اشوف ايه الحكايه. راح يوصل المكنات، شاف المطعم، قال لك ده مش مطعم عادي، انا ممكن اسيطر على العالم كله لو عندي السيستم ده. كروك عرض عليهم ان هو يوسع الفكره، يفتح ليهم فروع في ولايات تانية، اسمهم يكبر، حياتهم تزيد. دي البيعه اللي باعها لهم دي دبل مينينج على فكره. سنه 1961 قال لهم بقول لكم ايه، احنا مش هينفع نكمل مع بعض. هتقول لي خلاص بقى يسيب لهم السلسله ويمشي، اقول لك عشان انت طيب. كروك راح قال لهم انا عايز اشتري السلسله بالكامل. السلسله ده ابن المطعم اللي اخترعته انا واخويا. كروك قال لهم بس انا اللي كبرت. كلمه من هنا على كلمه من هنا اتفقوا على البيع. الاخين باعوا السلسله لكروك مقابل 2.7 مليون دولار في وقتها كاش وعلى الترابيزه، والاتفاق ده كان فيه بند شفوي بس ما اتكتبش. كلام رجاله يعني. راي كروك كمل البيزنس بتاعه، بدا يكبر في السلسله. وفي يوم من ذات الايام وهو قاعد بيشرب كوبايه الشاي بتاعته قال لك انا مش عايز اشتغل بسياسه انتش واجري تاني. تنتش ايه يا كروك؟ قال لك انا مش عايز اعمل حاجه تخليني ابيع مبيعات حلوه النهارده ولا بكره ولا بعد 10 سنين حتى. انا عايز اربي جيل كامل يكبر معايا ويحبني ويجيب عياله واحفاده واحفاد احفاد. ننزل بالهابي ميل. سنه 1979 اطلقت ماكدونالدز اول وجبه اطفال في العالم، وكان عنده قناعه ان التسويق للاطفال يصنع عملاء مدى الحياه. ده ايه العمق ده يا كروك؟ طب وايه النتيجه؟ اللي حصل ان في بعض الاوقات الهابي ميل وصل ان هي بتتباع ب 1.2 مليار وجبه في السنه. ماكدونالدز بقت اكبر موزع للالعاب في العالم. 96% من اطفال امريكا يعرفوا رونالد ماكدونالد، يعني اشهر من اشهر حد عنده. وبكده راي كروك سيطر على سوق الوجبات السريعه لعشرات السنين قدام بالوجبه المفرحه منجوجو. تخيل. بس استنى منجوجو، انت كنت قلت من شويه ان في بند شفا واتفقوا عليه وما اتكتبش. قصدك البند اللي كان ممكن يخلي الاخين مليارديرات لحد النهارده؟ لو عايز تعرف القصه كامله ازاي دخل مصر والدول العربيه تقدر تشوف القصه الكامله على قناه منجوجو ميديا، وانت هتفهم اللعبه كلها. ادخل على يوتيوب اكتب منجوجو ميديا زي ما هي ظاهره قدامك على الشاشه واستمتع بالمشاهده.